اللعيبه اللي ما تستاهلش تلبس التيشيرت تقلعه. ولازم اولا واخيرا ان اللعيبه دي يقع عليها عقوبه بسبب الاستهتار. مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ بالنسبه لي الفيديو ده ما كنتش اوصل احب للمرحله دي، ولكن احنا مضطرين نوصل لها، لان لو استمرينا اكتر من كده ولو سكتنا اكتر من كده اذا احنا داخلين على مرحله مش الطف حاجه. ولكن قبل ما ادخل على الفيديو اللي موجه ل 12 عضو مجلس اداره، قبل ما ندخل بقى على الفيديو خلينا اطمنكم على محمد حمدي. طبعا كلنا بنتمنى له الشفاء، ربنا يعديه على خير. في 48 ساعه هيستمر عليهم تحت الملاحظه، ربنا يستر ويعدوا 48 ساعه على الف خير ويرجع لنا محمد حمدي بالف سلامه يا رب. عنده شرخ في ضلعين في القفص الصدري، شرخ في ضلعين في القفص الصدري بسبب تدخل حارس مرمى طلائع الجيش، تدخل متهور بكل المقاييس، وفي الاخر ما تحسبش ضربه جزاء. ولكن العيب مش على الحكم، واللي هيقول العيب على الحكم يبقى هو اللي غلطان. العيب مش على الحكم اطلاقا. انا تعالى بقى انا اقول لك العيب على مين. العيب على مجلس اداره نادي الزمالك، وعشان كده انا بقول لك الفيديو ده معمول لمجلس اداره نادي الزمالك ال 12 عضو. الكلام ده ليكوا عشان الواحد جاب اخره وصل للمرحله دي. مجلس اداره نادي الزمالك، قبل ما ندخل على الميزان اللي احنا عاملينه، خليني اقول لك انت دخلت نادي الزمالك وانت عارف المشاكل. كونك ان انت اتفاجئت بمشاكل تانية فمش مقتنع بالجزئيه دي لسبب. ممكن تتفاجئ بارقام وتتفاجئ بشويه حاجات، ولكن مش هتختلف عن اللي انت كنت عارفه. عشان بس ايه نتكلم بوضوح وصراحه، احنا كانت مشاكلنا كنادي الزمالك ولحد الان مشاكلنا قصاد امه لا اله الا الله بالارقام. فما فيش حد في الكون يجي يقول لي انا اتفاجئت. ليه؟ لان احنا ما بنعرفش نداري على شمعتنا امه لا اله الا الله شايفاها ومتفرج عليها وبيهفوا معانا فيها. طيب اذا انت من ساعه ما انت دخلت نادي الزمالك عملت ايه حتى الان لنادي الزمالك علشان انا اقدر ادعمك واقدر دلوقتي ما اجيبش اللوم عليك في المهزله اللي احنا كلنا اتفرجنا عليها دلوقتي. من ساعه ما انت جيت ايه اللي انت عملته؟ فكيت القيد. طيب هل انت كمجلس اداره فكيت القيد بناء على موارد دخلت النادي، ولا بناء على موارد دخلت من ممدوح عباس؟ موارد متمثله في ايه؟ في ماني، فلوس سايله دخلت لي من ممدوح عباس كنوع من انواع المساعده. ممدوح عباس ساعدني ليه؟ بتاعتكم في بعض، محدش يدخلني في مشاكل، محدش يدخلني في قضاياكم مع بعض، في خناقاتكم مع بعض، في ماليش دعوه بمشاكلكم، انا ليا دعوه بنادي الزمالك. اذا ممدوح عباس لما دخل لي فلوس كانت فلوس من ممدوح عباس كمساعده، ولا كانت من موارد داخله لنادي الزمالك عن طريق مجلس الاداره؟ لا، كانت داخله من ممدوح عباس. اذا في مساله القيد اقدر اقول ان 95% ممدوح عباس، 5% متمثله في الموارد اللي دخلت للنادي عن طريق مجلس الاداره، متمثله بقى في عقد رعايه في خلافه و شقلبها زي ما تشقلبها وقسمها براحتك. انا بديك 5% شقلب فيهم براحتك. اذا 95% مساعده من ممدوح عباس في القيد. طيب تعالى بقى نعد، علشان انا كاتبه شويه هنتات بسيطه، مش هندخل في تفاصيل ولكن هنتكلم عن هيدلاينز كده. عملت لي صفقات لما فكيت لي القيد، عملت لي صفقات اكس على الصفقات. ليه؟ لان برضو 95% بل 98% من صفقاتك دي عليها علامه اكس، و2% من الصفقات تكاد تكون كويسه. شخصين 3 هم اللي اقدر اقول عليهم ان هم تمام، فادوني كويس جدا. ولكن 98% من الصفقات اللي انت عملتها عشان ما اتضرتش بشكل كويس، الملف ده ما اتمسكش بشكل كويس، اذا في فشل في الملف ده بنسبه 98%. اذا الصفقات اقدر اقول عليها صح ولا غلط؟ اكس. طيب فرع اكتوبر حتى الان حصل اي حاجه في فرع اكتوبر؟ اكس. مش هنطول، هندي اكسات على طول. طيب عملنا متحف لنادي الزمالك، يشرفني والله العظيم فوق راسي اقسم بالله، ولكن انا كنت محتاجه الفلوس تتوظف بطريقه احسن، الا وهي تتوظف في مساله الصفقات. انا لو دلوقتي داخله نادي الزمالك اقول اقوم النادي ولا ازوق النادي؟ انا بالنسبه لي اقوم النادي، ولكن الفلوس طالعه من استاذ هاني بيرزي فمش هقدر اتحكم في فلوسه. الراجل شايف ان هو عايز يعمل متحف، اعمل متحف يا باشا على راسي من فوق، ولكن كان النادي اولى بيها، ولكن بتاعتك. اذا عملنا متحف تمام، مش خاص بمجلس الاداره ولكن خاص بالمهندس هاني بيرزي فقط. طيب القناه حتى الان حصل فيها اي حاجه تدافع عن الاعلام اللي قصاد نادي الزمالك 24 ساعه ماسك نادي الزمالك ده؟ اكس. ما حصلش اي حاجه في القناه، وكل شويه بنقول تفسيرات عجيبه وماليش علاقه بيها. طيب هل عندك اعلام بديل يقف قصاد الناس اللي عماله تهد في فريقك وتهد في ناديك وتهد في جمهورك؟ لا، ما عملناش اي حاجه، اذا اكس اعلام بديل.
طيب هل جهزنا او جددنا للعيبه اللي تستاهل ان هي تتجدد لها في النادي اكس؟ ما جددناش لاي حد، بنستخسر نقعد 5 دقايق نجدد مع اللعيب. طيب هل ابسط مطالبنا ان احنا نجيب معد نفسي للعيبه يعرف ليه في مستوى سيء بينزل نزول مش تدريجي ولكن نزول على طول؟ ده جبنا معد نفسي للعيبه؟ لا ما جبناش اكس. طيب هل حضرتك كمجلس إدارة بتحميني من الإعلام؟ يعني ليك لقطة كده حميتني فيها من الإعلام إكس، بنطلع بيانات، مش مشكلة البيانات أحيانا بتجيب نتيجة لطيفة يعني. هل بياناتك اللي نزلتها وقفت ناس عند حدها إكس؟ ما حصلش أي إن حد وقف عند حد من البيانات. اذا البيانات بالنسبه لي كانت منظره مش اكتر، كان كلام مجعلص كده بنعمل بيه قصف جبهه ولكنه مش بيفيدني في الاساس. طيب هل حضرتك اديتني ابسط حقوقي الا وهي ان انت بتحميني من الحكام؟ اديت العين الحمراء للحكام اكس، ما بتحمينيش من الحكام. طيب تعال نبص بصه بسيطه كده على العاب الصالات، حصل فيها اي حاجه؟ اكس، ما حصلش فيها اي حاجه. اذا انت كمجلس من ساعه ما جيت لي عملت ايه؟ اكس ولا حاجه. عندي سؤال، انت عارف ان اللاعب تعورته في الفلوس وهو بيلعب عشان الفلوس، مش بيلعب حبا فيك، ايا كان اللاعب بينتمي لنادي ايه. دي جمله بس ايه كل لعيب بيطلع يقولها والدرويش بتاعته بتطلع تطبل له عليها والناس بتصدق ويلا، مش مهم هنصدق. ولكن هل انت فكرت كمجلس ان انت تعاقب اللاعبين اللي بيأثروا في الملعب واللي ادائهم بيتأثر في الملعب؟ هل فكرت ان انت تعورهم في الجزء اللي بيحبوه بيلعبوا عشانه الا وهو المبلغ المالي الفلوس؟ قلت هعورهم في الفلوس عشان يلعبوا كويس؟ لا ما فكرتش ان انت تعورهم. اذا لا عاقبت ولا جددت ولا عملت صفقات ولا عملت لي حاجه. ارمي اللوم على مين؟ عليا؟ اذا انا اللي مقصره في الملعب ولا انا اللي مقصره مع اللعيبه؟ اللوم على مين؟ طيب الحكام اقروا بضربه الجزاء وقال لك ضربه جزاء صحيح، عملت ايه؟ عملت ايه؟ ولا حاجه. ما تقوليش هتنزل بيان، بجد هتصدمني وممكن تموتني من الضحك لو قلت هنزل بيان. ما هو انت نزلت قبل كده بيانات بعد ما صوتنا، مش منك لنفسك، بعد ما صوتنا كلنا على الميديا وقعدنا نقول لازم تعمل حاجه لازم تعمل حاجه، رحت قايل ايه؟ اما نزل بيان. طيب اديت العين الحمراء للحكام عشان يبطلوا يعملوا معانا كده؟ لا، وده اللي قلناه في الفيديو اللي فات والفيديو اللي قلبه، ونقدر نراجع الفيديوهات ونتاكد ان احنا صوتنا كتير علشان حوار ان احنا لما بنوريش الناس العين الحمراء طبيعي ان هم هيفضلوا يعملوا فينا ويسووا فينا. فعشان كده بقول لك عزيزي المشاهد ما ترميش اللوم على الحكام، روح ارمي اللوم على مجلس الاداره. مجلس الاداره، مش هرميها على اللعيبه، هرميها على مجلس الاداره. بقى تعالى نبص بالمناسبه بقى كده، تعالى نخش على الجزئيه بتاعت اللعيبه. انا هقول لك اللي فيها، اللعيب ما هو الا موظف زيه زي المهندس زي الدكتور زي مش عارف ايه، ولكن ما بيشقاش زيهم علشان خاطر هم بيشقوا عشان ياخدوا حته فلوس قد كده، ولكن هو ما بيشقاش، بينزل يلعب يتمشى في الملعب بياخد ملايين، فيا دلعه يا دلعه. طيب عندنا جزء من اللعيبه هم عارفين ان هم ماشيين، فقال لك يلا يا باشا هنزل ابرطع في الملعب وخلاص كاني نازل حجز كوره دوره رمضانيه، هنزل العب لعبتين شوطين مش مشكله هتشتم من الجمهور، ما انا كده كده ماشي وكده كده فلوسي باخدها وكده كده ما بينزلش عليا عقوبه. وده اللي قلناه مره واثنين وثلاثه، طول ما مجلس الاداره ما بينزلش عقوبه على اللاعبين ويعورهم في اكتر حته هم بيحبوها الا وهي الفلوس، هينزلوا هرتلوا في الملعب زي ما بيهرتلوا ده ومش هناخد منهم اي ناتج. ولكن لو عندك لعيب الله في سماه، لو عندك لعيب بيتعور في الفلوس، بتعوره في الفلوس وبتنزل عليه عقوبات في الفلوس، وماشي بعد الماتش ب5 دقايق هتبيعه وهو عارف انه هيتباع بعد الماتش ب5 دقايق، الله في سماه لا ياكل النجيله. مش عشان زملكاوي ولا علشان اهلاوي ولا عشان محلاوي، حبايبي كلهم موظفين فقط لا غير، واللي هيقنعك بغير كده يبقى كذاب وبيضحك عليك، ولو انت صدقته تبقى عبيط. كله موظف علشان القرش فقط. فلو اتعور في الفلوس الله في سماه، لو ماشي بعد الماتش ب5 دقايق وعارف ان هو هيتباع ويتضرب بالجزمه بره النادي ويطرد، هينزل ياكل النجيله علشان ما يتخصمش منه جنيه. يا حبيبي بيموتوا على الجنيه. خلاص تيجي عندنا جزء عارف انه مش هينزل عليه عقوبه وهينزل يهرتل زي ما يهرتل، هو كده كده ماشي وهتشتمه يا الشتيمه بتموت، الكلام بفلوس يلا اتكلم. عندنا جزء تاني مش عارف راسه من رجليه برضه علشان مجلس الاداره مش عارف يقعد معاه شويه ويجدد له. قلنا مليون مره تعالى يا زيزو، وغير زيزو اصل زيزو عايز مش عارف ايه، مستوى زيزو زي الزفت وكلنا عارفين ده. طيب طبيعي ان احنا قلنا مليون مره اللعيبه مش روبوت، اللعيبه محتاجين معد نفسي، اللعيبه بلا بلا بلا. واحد مش عارف راسه من رجليه والوقت خلاص بيقذف، الوقت خلاص بيجري، مش عارف راسه من رجليه. يا عمي ده انت لما بتبقى متخانق مع مراتك انت وهو
لما الواحد بيبقى اتخانق مع مراته وبيروح شغله بيهرتل في الشغل، بيهرتل في الشغل. في ناس كتير بتروح تتأذي في شغلها بسبب ان هي عندها خناقه في البيت، فما بالك واحد مش عارف مستقبله رايح على انهي داهيه، هو مش عارف راسه من رجليه، فشيء طبيعي مستواها يبقى زي الزفت. بعض الناس يقولوا لك لا هو مستوى زيزو كده عشان بيتدلع، علشان مش عارف ايه، علشان انا من وجهه نظري ايه الاساسيه، اللي عايزنا يتفضل اهلا وسهلا، ده مبلغنا اللي عايزنا وانا هقدر ادفع له كذا ودي امكانياتي، حبيبي هشيلك على دماغي. اللي هيشوف نفسه على الزمالك ممكن احنا نطلع نفكره، يعني لو هو زيزو وصل لمرحله الغرور فاحنا قشطه جدا ممكن نطلع نفكره ان هو مغرور، نفكره ان هو ايه بشويه حاجات كده هيرجع تاني يهبط ويرجع زيزو بتاع زمان، ما عندناش اي مشاكل. ولكن حتى الان اقدر اكد لك بنسبه مليار في الميه ان اللي زيزو فيه ده والله العظيم والله العظيم بالتلاته احلف لكم والله العظيم انه زيزو اللي شغله دلوقتي مساله ان هو مش عارف راسه من رجليه، فشيء طبيعي ان هو يبقى بيهرتل في الملعب بقى. فده عشان نخلص من قصه زيزو في اللعيبه. طب مجلس الاداره يقع عليه المشكله، هل عالجت مساله زيزو ولا ما عالجتش مساله زيزو؟ اديني سبب لتاخيرك، اديني سبب. هل انت بتعمل انجازات نادي في انجازات تانية في النادي عشان نقدر نقول ان هو مشغول عن تجديد اهم عنصر في الفريق، ويقول لك ده كادر من كوادر الزمالك، ده اهم عنصر في الزمالك، ده جدار من جدران الزمالك، ده هيبه الزمالك ده، وفي الاخر ده كله لسه ما قعدتوش مع زيزو، وكل اللي احنا بنسمعه اصل ابوه اصل امه اصل خالته اصل سته، ايه الجو الضيق ده؟ مش عارفين يا ديني بقى، مش عارفين نخلص ملف، مش عارفين نخلص حته في ملف. حته تجديد زيزو ما اقولكش اقعد مع اللعيبه كلهم وجدد لهم، ده بقول لك تجديد زيزو اهم عنصر، مش اهم عنصر برضه عشان ما اضحكش على نفسي، ولكن عنصر مهم من العناصر اللي موجوده في النادي، عنصر مهم من عناصر الفريق. مش قادر تقعد معاه وتخلصه علشان يعرف راسه من رجليه ويقعد يا عم هي بسيطه انا هدفع لك 10 جنيه، قابل مش قابل براحتك انت حر. وهو التاني برضه نفس القصه، قابل ينزل قابل يعلي براحته برضه، شايف انه في عرضه هيجيله مروقه احسن من كده يا سيدي براحته مستقبله، ما تصدعوناش مش عارفين نحل حاجه. فماتش الزمالك وطلائع الجيش اقسم بالله كان يخلص بسكور، ماتش من اتفه الماتشات اقسم برب العزه كان يقدر يخلص بسكور، ولكن احنا عندنا لعيبه بتتدلع وبتتمرقع في قلب الملعب وعارفين ان مش هيحصل لهم اي حاجه، فحقهم ينزلوا يتدلعوا لهم شويه. طبعا مفيش حد هيهاجم ومحدش هيعمل لهم اي حاجه، ومجلس الاداره صباح الفل. المطلوب من مجلس الإدارة الفترة اللي جاية، وأتمنى من جمهور نادي الزمالك كل شغله الشاغل الفترة الجاية سواء ميديا أو جمهور تستغل كل اللي تقدر تستغله من بوستات على الفيسبوك، أو لو بتعمل فيديوز أو لو عندك أي منصة تبدأ تستخدمها، إنك تقول للمجلس بعد إذنكم عايزين صفقات، ومش انتوا اللي تختاروا الصفقات، هنقولها في كل فيديو، مش انتوا اللي تختاروا الصفقات، ولكن اللي مسؤول عن الصفقات واختيارها المدير الفني، هو الأدرى باحتياجات الفريق وهو الأدرى إيه اللي محتاجينه. خلاص خلصنا من الجزئية دي. طيب عندي لعيبه لا تستحق ان هي تلبس تيشيرت نادي الزمالك، اقلعه لها. لما يكون عندي لعيب مش عارف قيمه تيشيرت نادي الزمالك اقلعه له. لما يكون عندي لعيب نازل لي يستهتر في قلب الملعب احط عليه عقوبه، احط عليه غرامه، اقطع من فلوسه اكتر حاجه بتوجعهم اقطع من فلوسهم. طيب اذا انا لو انا عاقبت اللعيبه هتنزل المره الجايه تسترجل. طيب لو انا قعدت مع اللعيبه اللي محتاجه تجدد وجددت لهم هينزلوا بذهن صافي في الملعب وهيقدروا يلعبوا، هيقدروا يرجعوا لمستواهم حتى لو واحده ولكن هيرجع لمستواه تاني، ده او غيره زيزو او غيره. طيب اللعيبه اللي انا مش محتاجاهم في الفريق زيه لو عدينا هنعد كتير. وخلينا اقول لك نقطه بالمناسبه على فكره على السريع كده، الحدايه ما بترميش كتاكيت. لو الحدايه كانت مستفيده باللي عندها ما كانتش رميتهولك. يا ريت نركز في المثل ده، معلش انا فلاح. الحدايه ما بترميش كتاكيت، وافتكروا الجمله دي كويس هنحتاجها بعدين. اجيب الصفقات للمدير الفني اللي هو محتاجها، وبعد اذن جمهور نادي الزمالك 24 ساعه كل كلامكم المرحله القادمه عن ان اللعيب اللي محتاج يتجدد له واللي محتاج صح اللي يستحق يكون موجود في نادي الزمالك هو ده اللي يتجدد له. نطالب بتجديد اللعيبه اللي تستحق التواجد في نادي الزمالك، ونطالب برحيل اللعيبه اللي لا تستحق ان هي تلبس تيشيرت نادي الزمالك، ونطالب الاداره بصفقات، لان الاداره بتاعتنا للاسف ما بتقدرش تعمل اي حاجه الا لما الجمهور هو اللي يطلع يقول لها.
فأتمنى من مجلس إدارة نادي الزمالك تاني وتالت ورابع صفقات باختيار المدير الفني، والاستغناء يتم عن طريق الناس المسؤولة، الناس اللي المؤهلة إن هي تقول إن فلان لا يستحق التواجد في نادي الزمالك، فبعد إذنك نمشيه ونفضي بقى، ونفضي وننظف. والمطالبة التالتة، أتمنى نوري العين الحمراء للناس شوية، لأن العين الكيوت والعين البيبي دي بيبي فيس ده ما بيجيبش نتيجة، هو ده اللي هيجيبنا ورا. هشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، وأسفة جدا لو طولت عليكم.